عليكم ومرحبا بكم في قناتي وخواتات مع أمينة. كنتمنى تكونوا بألف صحة وعافية يا رب وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على نبينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو اليوم غادي نشارك معكم فيه مسمن بالفرماج والزيتون، كيجي لذيذ بزاف ورائع. وغادي نشارك معكم واحد الطبق ديال الدجاج وبطاطا والبصله كتجي في الفران، كتجي رائعه بزاف. خليكم مع المكونات، طريقه التحضير. وقبل ما ندوزو للمكونات ما تنساونيش من لايك، بارطاجي الفيديو مع الاهل والاصدقاء. بالنسبه للمكونات ديال المسمن غادي نبداو على بركه الله. بسم الله. هنايا في قصريه درت جوج زلايف ديال الدقيق الفورس مع زلافه ديال الدقيق القمح الكامل اللي غربلته من هذيك النخاله اللي كتكون غليظه، خليت غير الرقيقه القمح الكامل. غادي ندير معاه شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، ونص خماره ديال الحلويات، نص شاصي ديال خميره الحلويات. وغادي نعجنو بالماء دافي. غادي نعجن مزيان هذا المسمن عندي وندلكوه مزيان مزيان كيف كتشوفوا معايا الماء دافي. وكتعرفوا العجينه ديال المسمن ما كتكونش قاصحه بزاف وما كتكونش خفيفه بزاف. غادي ندلكوه مزيان مزيان كيف كتشوفوا في القصريه، اولا ممكن تعجنوه حتى في العجانه، كيبقى لكم الاختيار. وغادي ندلكو هاد المسمن ديالنا مزيان مزيان في القصريه. ما غاديش يحتاج وقت طويل، تقريبا ما بين 4 5 دقائق وحنا كندلكو فيه، غير حتى كيولي عندنا الملمس ديال العجينه يكون رطب. من بعد ما غادي ندلكها مزيان، هانتوما غتشوفوا القوام ديال هاد المسمن ما كيكونش كيف قلت لكم قاصح بزاف وما كيكونش مرخوف بزاف. هنايا من بعد ما دلكت العجينه ديالي غادي نشكلها على شكل كويرات صغيره، لحقاش غادي ندير وحده في وسط وحده. غادي نشكلها كويرات صغيره كيف كتشوفوا معايا، وانتم غادي تتحكموا في الحجم ديال الكره اللي بغيتو، يعني قداش بغيتو هاد المسمنه تجيكم. غادي نكورهم بحال هكا بلا زيت في الاول، عاد من بعد ما كنكورهم عاد غادي ندهنهم بالزيت باش ما يدخلش لهم الزيت في الداخل ديال العجينه وتجينا كتقطع. من بعد هنايا غادي ندهن بحال هكا هاد البلاصه بالزيت، وغادي نبدا ندهن هذوك الكويرات نستفهم، ندهنهم مزيان نستفوهم بحال هكا، ونغطيهم بالفيلم المونتيغ اولا البلاستيك الغذائي ونخليهم يرتاحوا لينا. يعني نوجدوهم الوقت، نخليهم على شويه يرتاحوا تقريبا نص ساعه حتى ساعه، كيبقى لكم الاختيار. نغطيوهم مزيان باش ما هكا ما يتشمعوش لينا، وغادي نخليهم يرتاحوا ويرتلقوا ليا شويه. عاد فاش غادي نرجع نكملوا المسمن ديالنا. وهنايا غادي نبداو نشرملو الدجاج. خديت هنايا شويه ديال الدجاج اللي غسلته مزيان مزيان بالحامض والسكينجبير والخل، وسقطرته مزيان. غادي ندير فيه بحال المكونات اللي غادي نشرملو بها. عندي هنا شويه ديال القزبر ومعدنوس والثومه اللي مقطعين والثومه محكوكه. غادي حتى شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال التحميره، وشويه ديال الخرقوم البلدي، وشويه ديال العطريه ديال الدجاج. بالنسبه لهذه العطريه نتوما غادي تحكموا في حساب الكميه ديال الدجاج اللي عندكم. انايا غادي نذكر لكم فقط المكونات اللي درت، نتوما غادي تحكموا في الكميه ديالها على حساب الدجاج اللي عندكم. من بعد زدت لي واحد شويه ديال الضويمه ديال الزعفران، ومعلقه صغيره ديال الموطارد، معلقه كبيره ديال صوص صوجا، وشويه ديال الملحه ما نكثروهاش لحقاش صوص الصوجا والموطارد مالحين. غادي نشرملهم مزيان مزيان هاد الدجاج، نشرملو بحال هكا بهاد العطريه مزيان، ونخليوه حتى هو يتشرب ليا هاد العطريه تقريبا ما بين نص ساعه حتى لساعتين. من بعد هنايا خديت الطاوه اللي غادي ندخلها الفران وفرشتها في البصله كيف شفتوا معايا، درت واحد الطبقه ديال البصله لتحت. وغادي نجيب البطاطا وغادي نشرملها في هذيك الشرموله غتبقى ليا في داك البانيو. غادي ندير عليها بكميه ديال البطاطا وغادي نلبسها مزيان مزيان بهذيك العطريه اللي بقات ليا من الدجاج كيف كتشوفوا معايا. والبطاطا غتشوفوا معايا راها كتكون رقيقه، ما كتكونش غليظه بزاف. انا ما كنسلقهاش، كنديرها غير رقيقه وراه دغيا دغيا كطيب لينا مع الدجاج. المهم غادي نشرملها مزيان مع هذيك الشرموله اللي شاطت ديال الدجاج، وغادي نستفها في الطاوه. كيف غادي انا غنوريكم القوام ديال البطاطا قداش. غادي نستفها بحال هكا في هاد الطاوه اللي كتدخل الفران، نستفوا فيها هاد البطاطا ديالنا. ومن بعد غادي نستفوا فوق منها هذاك الدجاج اللي شرملته معكم كيف غتشوفوا معايا في الفيديو. وغادي نزينوا هاد الدجاج ديالنا، غادي نزينوه بشويه ديال طوماط سوريز، نديروها بحال هكا في الجوانب ديال الدجاج باش هكا ملي كطيب كتجي المذاق ديالها زوين ديال الفران. وممكن
أنكم ديروا أي خضرة عندكم، بغيتو ديروا الفلفلة ممكن ديروها فلفلة ألوان كيبقى لكم الاختيار. من بعد هنايا ما قاديت الطاوة ديالي غادي ندوز على واحد الخويط ديال الزيت، زيت الزيتون، غادي نديرها شوية زيت زيتون تقريبا واحد 2 معالق كبار حتى 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، تقطع ليا المقطع اللي درت فيه زيت الزيتون، ومن بعد غادي نغطيها بورق الطبخ اللي بحال هكا فزّقته شوية، وغادي نغطيوها من الفوق ببابي ألومنيوم، نقادوه مزيان وغادي ندخلوه الفران اللي نكونوا مسخنينه من قبل على 180 درجة، ما بين 180 حتى ل200 درجة، نشعلوا عليها من التحت ومن الفوق، ديروها من التحت حتى كطيب عاد فاش نعريو على الوجه ديالها باش هكا كيتحمر لينا. من بعد هنايا رجعت اللي خليته حتى ارتاح شويه، وبديت كنطلق فيه غير بالزيت فقط، طلقت بحال هكا المسمنه ديالي بالزيت، ودرت ليها قطعه ديال الفرماج ديال الساندويتش، ودرت فوق منه شويه ديال الزيتون مقطع، اللي مقطعاه رقيق، وشويه ديال الفرماج محكوك، الموتزاريلا محكوكه. غادي ندير بحال هكا مسمنه في وسط مسمنه كيف كتشوفوا في الفيديو، نتمنى تكون الطريقه واضحه ليكم. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غنكمل المسمن اللي عندي كله. كيف كتشوفوا معايا كندير قطعه ديال الفرماج مربع، كندير في وسط منها شويه ديال الزيتون خضر مقطع، اولا ممكن تستعملوا حتى الزيتون كحل كيبقى لكم الاختيار، وكندير فوق منهم شويه ديال الموتزاريلا اللي محكوكه، وكندير بحال هكا مسمنه في وسط مسمنه، وكنورقوه فقط غير بالزيت، ما كنحتاجو لا زبده لا والو نهائيا. غادي نستمر بنفس الطريقه كيف قلت لكم حتى غنكمل هاد المسمنات اللي عندي كلهم، غادي نعمرهم بحال هكا بهاد الفرماج والزيتون، وممكن تزيدوا حتى شويه الزعتر كيبقى لكم الاختيار، اي اضافه بغيتو تضيفوها ضيفوها، وتعوضوا ممكن تعوضوا حتى الزيتون اولا الزيتون كحل. بنفس الطريقه نستمر حتى غنكمل هاد المسمنات اللي عندي كله. غندير المقله ديالي كتسخن مزيان فوق نار مهيله، وغادي نرشها بشويه ديال الزيت، وغادي نبدا نورق بحال هكا في المسمن ديالي ونطيبوه على نار متوسطه. كيف غتشوفوا معايا نورقوه مزيان، كيجي بحال هكا رائع بزاف، وكيجي في وسط منه هذاك الزيتون وهذاك الموتزاريلا كتجي رائع بزاف، وكيجي لذيذ بزاف هذا المسمن ديال الزيتون. غادي ندير المسمنه ديالي كطيب فوق نار متوسطه كيف قلت لكم، المقله اللي تكون سخونه مزيان، اون فوا نحطوها بحال هكا في المقله، نقلبو ندهنوها بشويه ديال الزيت ونقلبوها، ما نخليوهاش حتى كدير باش هكا المسمن ديالنا كيتنفخ وكيجينا مورق من الداخل. كيف غتشوفوا معايا دابا غادي نطيب المسمن، وغادي نبقاو نحركوها كل شويه ونقلبوها باش هكا كيتنفخ لينا المسمن ديالنا وكيجينا مورق. وغنستمر بنفس الطريقة حتى غادي نطيب المسمن اللي عندي كله، ونتلاقاو في التقديم ديال الوجبات ديال اليوم. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفات اللي وجدت معكم اليوم. المسمن اللي بدقيق القمح الكامل والفرماج والزيتون كيجي رائع بزاف ولذيذ بزاف، وكذلك الطاوه اللي خرجتها من الفران ديال البطاطا والدجاج كتجي رائعه رائعه ولذيذه بزاف. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفات ديالي. كنتمنى انكم تعجبوا ويعجبكم وتجربوهم، تخليو لي ارائكم في التعليقات، اي سؤال اي استفسار خليو لي في التعاليق واكيد غادي نجاوبكم عليه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم كنا لاعجابكم، ما تنساونيش من اللايك، بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا على حسن المشاهده، استودعكم الله والى فيديو قادم. دمتم في رعايه الله والصحه والراحه. سلامه.